يا سيدي، بعد ما خالد خرج من الهضبة اللي كان فيها ووشه مليان تراب وهدومه باين عليها التعب، وقف قدام منظر خلى عينيه تتسع كأنها شافت معجزة. مدينة كاملة منورة في نص صحراء ما فيهاش غير الرمل والريح. وقف مذهول بيبص من بعيد ولسه بيقول لنفسه: إزاي مدينة بالشكل ده تبقى هنا؟ بس قبل ما يكمل تفكيره سمع صوت راجل بيزعقله من بعيد وبيقوله: إياك تروح زيكولا، إياك! والراجل كان بيجري هو وصاحبه كأنهم بيهربوا من شبح. خالد وقف محتار وقال لنفسه: يا عم دول مجانين ولا إيه؟ وبعد ما فكر شوية بص لتحت، شاف طريق طويل ممهد بيروح للمدينة. طريق شكله غريب، ملفوف زي الحية وطالع لفوق شوية كأنه متصمم مخصوص ليوصل هناك. فقال لنفسه: مفيش قدامي غير إني أنزل وأشوف إيه الحكاية، يمكن ألاقي حد يقول لي أنا فين. ونزل الطريق، ماشي في الصحراء يفتكر الطريق قريب، لكن كل ما يقرب ما يلاقيش حاجة. السراب كان بيضحك عليه كالعادة. المهم بعد مشي طويل شاف عربة ماشية في البعد بيجرها حصان، فشد حيله وجرى ناحيتها وهو بيزعق: يا عم استنى، يا عم بالعافية! لكن الراجل اللي سايق العربة ولا كأنه سامع، عدى وسابه وراه في الغبار. قال خالد بحنق: بلد غريبة فعلا. بس لسه ما كملش كلمته إلا وسمع صوت عربة تانية جاية. أشار لسواقها، وقف الراجل وقال له: عايز إيه يا غريب؟ قال خالد وهو بيعرق: أنا عايز أروح أرض زيكولا. الراجل قال له: